لا ياما كنت منتظر انك تأذريني. يا خساره، ده انت اللي خسارة عليا، ده انت هتوكسني وهتخلص عليا وهتجيب اجلي. اما سيجاره ياما، سيجاره. قلت لك 100 مره شربك للسجاير في البيت ممكن اشمه وده ياثر عليا كمطرب، وبعدين عشان صحتك. فولي نفسك بقى، فول يا موهوم يا ابن الموهومه، فولي نفسك يا قذر. ازيك يا عبدو؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله استاذة منال. احنا كده المرة التانية عن التوالي معانا صديق البرنامج، واحد الشظايا. ايوه، احد شظية من شظايا الخير. بالظبط كده. يعني عملنا حلقة جامدة المرة اللي فاتت، فان شاء الله تبقى حلقة لطيفة. هنعلي بالظبط، حلقة لطيفة خفيفة ظريفة بإذن الله. النهاردة قلنا بقى ايه، نتكلم عن الأحلام. اوبا، لو موضوع كبير. الموضوع كبير، وتحس ان هو ايه سيريس النهارده. ان شاء الله لا تفهم من بقك. ان شاء الله تبقى حاجة خفيفة بس في نفس الوقت فيها ايه، حتة كده متطعمة بشوية شوية كده قساوة. انت شوية قلبك قاسي قوي قوي. طيب، احنا الكلمة دي انا بشوف ان احنا ممكن نكون ساعات بنستخدمها ليها معاني مختلفة، بس هو بقى الحلو في الموضوع ان احنا هنتكلم عن الاحلام من وجهة نظر عبده. اوبا، ودي انا كنتش جاهز للموضوع ده. ودي المفاجأة. ده انت كده زنقتيني زنقة. ماشي، اسحب المايك طب وامشي ولا بالظبط. سلام عليكم. نتكلم عن الاحلام، لان برضو يعني احد الشظايا اللي احنا قابلناهم في الطريق بتاعنا في هذه الدنيا، واعتقد التجربة مفيدة. ممكن ناس كتيرة لحد ما يعني ناس كتيرة تستفيد منها او ما تستفيدش، مش مشكلة، عادي، مش مهم. المهم ان انا استفدت. احنا مبسوطين. المهم ان انا استفدت. طب خلينا بقى نبدأ بأول حاجة خالص. بالنسبة لك يعني ايه احلام، او ان انت يبقى عندك حلم بنفسك تحققه؟ والله اعتقد انه كلمة حلم دي حاجة كبيرة قوي يعني. اعتقد هي دي اللي بتخلينا اصلا احنا بنصحى كل يوم كده الصبح في حاجة عاوزين نعملها، او ده الموتيف بتاع البني ادم ان هو يتحرك اصلا. والله يعني انت شايف ان الاحلام دي مهمة، ان تدي لك دافع؟ اوكي. طبعا، لانه زي ما الفنان محمد منير قال، لو بطلنا نحلم نموت. فعلا يعني وده فعلا. هي الفكرة ان انت الاحلام دي تبقى عارف امتى هو حلم وامتى هو وهم. هي دي بقى اللي الناس بتضيع فيها بقى. اوكي. حلوة الحتة دي. يعني انت شايف ان الاحلام مهمة عشان تديلك الدرايف بتاع كل يوم كده. بالزبط. انا بصحى بعمل حاجة بالظبط. اوكي. بس الناس بقى بتخلط الوهم بالحلم يعني. ناس كتير يعني، وانا طبعا واحد منهم. اوكي. انه مثلا ايه يقول لك انا حلمي مثلا ان انا امثل في هوليوود. تمام. انا بشوف ان لو واحد قاعد في البيت مثلا في مصر let's say يعني ان هو يعمل ده كده out of nowhere من غير اي حاجة، ده مش حلم، ده وهم 100% وهم، ده فانتزي. الوهم هي الفانتزي. طيب ماشي. اللي هو حاجة انا نفسي اعملها بس هي يستحيل تتعمل، دي مش في مقدرة البشر. حلوة قوي الحتة دي اللي انت قلتها. اعتقد يعني الوهم من اللي انا فاهماه ان هو عدم تقديرك الواقعي لقدراتك انت. بالظبط كده. فانت بتحط لنفسك زي ما انا بحط تارجت مستحيل اقفله، يستحيل. فده بيبقى وهم، ده ما بيبقاش بس الناس حلم. بقى بتبقى فاكرة ان ده الحلم، لان الناس مش مدركة الوهم. الناس ما عندهاش فكرة ايه الوهم. احنا على طول، لان احنا على طول بنتكلم الحلم لازم يبقى عندك حلم، لازم يبقى عندك هدف، بس ما فيش حد بيتكلم عن فكرة الوهم. هي دي حلوة. هو انا اعتقد ان جزء منها
يعني الناس بتبقى في دينايل. انا ما اعتقدش ان في مم. واحد هيقول اصل انا ما اقدرش اعمل الحاجه بالظبط. الفلانيه. لا، صح. انا جامد جدا، صح. انا بعمل كل حاجه في اي حاجه بالظبط. وانا عظيم. اوكي. سداد في اي حاجه. بالظبط كده وليه لا؟ امم وحته اللي هي ليه لا وانا غيري عملوها، فاهمه يعني ليه لا؟ اه طب هل انت في نفس البوزيشن او معاك نفس التولز؟ لا معيش، بس ليه لا؟ ده وهم يعني. ده مفيش حاجه طبعا بقى، والشعارات هو- بقى الجميله اللي احنا بنقولها عندنا بقى، مفيش حاجه بعيده عن ربنا بالظبط. وبتاع وما اعرفش ايه. طب يا جماعه، طب ما هو احنا اصلا يعني، طب مش ايه اللي هو اسعى يا عبد يعني، وانا اسعى معاك. بالظبط. انت عملت ربنا ايه نفسه يعني؟ قال خد بالاسباب برضو يعني. اه. اللي هو لازم تكون في حاجه انت يعني عشان بالظبط. اساعدك حتى ادينا يعني. كرامات طيب. بالظبط يعني. ما ينفعش تبقى الدنيا كده اوكي. اصحى من النوم الصبح ابقى فولود يعني، مفيش حد كده يعني. طب دي نقطة حلوة. يعني الوهم الجزء الأولاني منه اللي هو عدم قدرتك أنت على تقييمك لقدراتك الشخصية، واللي هو الابيليتيز بتاعتك بمعنى اصح. بالظبط. انت وات يو ار كيبل اوف، وبناء عليه انا احط التارجت ده. طيب في حتة تانية اعتقد في الوهم هي ليها علاقة بمفاهيم خاطئة بقى. عندي مثلا expectations معينة والواقع كان مختلف، فانا محطوط في وهم تاني غير الاولاني، صح؟ ايوه ودي انا عديت بيها انا. اوكي. بيرسونال يعني لما انا كنت عاوز قبل ما اجي اليو كي، كان اللي انا فاهمه ان انا اول ما هاجي اليو كي وهبقى بدرس مزيكا، الحاجه اللي انا على طول كنت بحلم بيها، انا عادي جدا ايزي، الشغل موجود وعلى قفا من يشيل، وده يعني مفيش منه مشكله اصلا. فدي حاجه انا ما كنتش بفكر فيها اساسا. اوكي، يعني انت كان عندك كده انه اول ما تروح هتشتغل ايزي. انت انجلترا بقى، وست بقى، انت في الوست، ما ده اول طريق هوليوود. يا نهار ابيض، ده خلاص انت في هوليوود، خلاص انت رحت هوليوود. اوكي ده اللي في دماغي. اوكي. فطبعا لما اول حاجه اصطدمت بيها ان انا لما اصلا دخلت الجامعه، الاول اكسبكتيشن باظت عندي، فكره ان دفعتي اصلا مش يعني مش ده اللي انا كنت، مش الويسترن اصلا، مش الويست اللي انا رايح مفيش له. حد ويست، هو كله اصلا ايجين اصلا. اوكي. فدي كانت اول صدمه. تاني صدمه انه كان في مره ما كنت بحضر محاضره، فالراجل اللي كان بيتكلم كان تحسيه اصلا هو نفسه ديبريسد جدا. يا ساتر. بيقول لك انا كنت بساله ازاي عملت المزيكا للفيلم ده ومش عارف ايه، فقعد يتكلم كلام كده مش مفهوم. في الاخر راح واحد ساله قال له انت ليه ما بتعملش حاجات تانية؟ قال له انا اصلا مش شغال في المجال، انا عامله كده، عامل الفيلم ده عشان صحابي، انا سبت المجال ده من زمان لانه ما باكلش عيش من الاخر. يا ساتر. وده بيدرس لكم؟ لا ده ما كانش بيدرس، ده كان جايبينه بس حاضر كده محاضره جاست. يعني. اوكي انا متخيل ده يدرس لكم طريقه. فده كان حرفيا. ده كان دي كانت تاني صدمه. تالت صدمه بقى انه اكتشفت انه اصلا الماركت بتاع المزيكا والمجال ده كله ما بيشتغلش لا بشهادات ولا اي حاجه، هو بيشتغل بحاجتين اتنين: الكونكشنز بتاعتك و البورتفوليو اللي انت بتبوست، الحاجات اللي بتبوست. اوكي. فطبعا ابتديت بقى ايه، انا بقى انت لما بتبقي موهومه طبعا بتبقي في نص الوهم كده، بيبقى الموضوع مرعب بقى. ليه؟ لان انت لا ينفع ترجعي ورا بالظبط ولا عارفه تقدمي لقدام. اوكي. انت عايشه الوهم زي ما بيقولوا كده، اللي هو انت عايشه في الوهم، اللي هو عماله تبصي حواليك، ايه ده، الدنيا مش زي ما انا كنت فاكر خالص، ده ما فيش اصلا. هي برضو نعمه من عند ربنا ان انت تعرفي ان انت موهومه يعني، لان ما في طبعا ناس في ناس ما تدركش الحته دي. في ناس عادي يقول لك عايشين فاللي هو لا انا محقق ده. ما فيش مشكله. طب ما هو انت ما فيش كونكشنز، ما انت معكش حاجه خالص. بالظبط. بس جيت انجلترا. بالظبط، انا هاجي معاكوا كده. فانا جاي انا. اوكي. اوكي. انت عارف انت وانت بتتكلم كده،
يعني افتكرت اعتقد يعني ان اغلب جيلنا بقى واحنا قاعدين في مصر عندنا حلم بقى ان احنا نروح انجلترا، اوروبا، امريكا، فاهم؟ ده اللي هو احنا خلاص احنا وصلنا. احنا ده عماد مأكد لي. بالظبط حرفيا اللي هو انت سافر بس ومالكش دعوه. بالظبط. فانا لما جيت هنا بقى على المنحه بتاعت الدكتوراه وكده، انا كانت بقى صدمتي مش في يعني لا، انا الدراسه بتاعتي ما كانتش يعني مش للدرجه، بس اللي هو ايه، انا فوجئت بحاجات كتير. انا بتكلم بقى دي انجلترا، ده رفاهيه، ده الجود كواليتي في كل حاجه. انا ماشيه كده فاهم، انا بتنفس اكسجين بقى انا ماشيه كده يعني. فكانت الصدمه بقى مثلا في البيوت، ايه ده، ايه البيوت المعفنه دي، ازاي هي الناس دي ازاي عايشه كده، وايه المولد اللي في كل حته، وايه الفئران اللي ماشيه في الشارع، وايه الشوارع اللي مش نظيفه، اللي احنا عمالين نقول لا ده الغرب ده الغرب. فانا بدات اقول ايه ده ايه ده ايه ده ده, ده, ده انا عندي صوره عن حياه وبتاع ومش عارفه ايه، وطلعت غير. هي مش مأساة، بس هي التويست اللي عندك ان انت، بس هو ده الديفينيشن اوف ان انت الفانتزي. ايوه بالظبط، هو ده الوهم يعني. بالظبط. هي الفانتزي اللي هو انت قاعده في مصر بتتفرج على افلام اجنبي، فترسم في دماغك حاجه. ايوه بالظبط. الفانتازيا دي بقى اللي هي الجنان الخضراء وكل حاجه نظيفه والناس بتمشي تضحك في وشك فلما بتشوفي وتخشي بقى برجلك بتكتشفي انه لا عادي، مش كده عادي يعني مفيش الكلام ده. يا اما بتتقبلي ده وبتعرفي انه انا كنت موهومه، يا اما في ناس تانية زي ما كنا بنقول لا عادي. انا اجمد حاجه في كل حاجه. طب هو دي نقطه حلوه برضو يعني. احنا دلوقتي قلنا الوهم، الحته الاولانيه انت ما تعرفش قدراتك، والحته التانية اللي هو مفاهيم خاطئه عن حاجه ما يعني. بالظبط كده. الحته التالتة بقى اللي انا بفكر فيها دلوقتي، هل انا ممكن ببقى فاكره ان انا حاطه لنفسي حلم او تارجت يعني ان انا عايزه احققه، بس هو انا عندي مخلوط الامر، هو انا عايزه احقق ده ولا ده ومش واضحه الصوره. بمعنى، هل انت كان حلمك ان انت تسافر، ولا ان انا حلمي ان انا ابقى مزيكاتي هناك؟ حلو السؤال ده. والله ده سؤال صعب يعني. اللي هو انا نفسي دلوقتي حصل لي لاك كده اللي هو اللي هو انا نفسي اللي هو مش عارف ارد عليه او ليه يعني. اعتقد انا كان حلمي ان انا اسافر. انا اعتقد كده برضه. اعتقد ان انا كان حلمي ان انا اسافر بالظبط. ودي كانت وانا عملت زي ميكس كده اللي هو فرصه بقى طالما هسافر يبقى كمان اعمل الايه الباشن بتاعي. يبقى ايه، ضربنا عصفورين بحجر. اعتقد هي كانت كده. بالظبط كده. فهو انا اعتقد هي دي، وهي دي بقى التويست بتاع الوهم بقى. انا فاكر ان انا حاطط هدف. أيوة. او حلم بالظبط، بس انا مش حاطط الهدف والحلم ده، انا حاطط حاجات تانية بالظبط مطعمها بحلم بالظبط. فده يدخل تحت الكاتيجوري بتاع الاوهام بالظبط كده. طب خليني بقى ايه، معلش ارجع معاك كده ايه مثلا خطوتين 3 بقى لورا. هل انت اصلا كان حلمك ان انت تبقى دكتور اسنان؟ يعني ده كان تارجت انت كنت حاطه؟ لا انا يعني من زمان ما بفكرش يعني اللي هو نيوترال اي حاجه، اللي هو اي حاجه تمام. بس يمكن كان برضو هدفي اللي هو السفر اكتر. يعني هو انا عاوز اسافر وممكن اسافر بلاد كتير وبتاع، بس ما كنتش عارف ده ايه يعني ويتعمل ازاي بتاع. حتى لما جات لي فرصه ان انا ابقى فيت بره اللي هو بقى طبعا انا عاوز اسافر، بس هي مش فارقه بقى هبقى فات مش هبقى، فاهم قصدي؟ هي بس فكره الارج ان انا بس كنت عاوز اسافر وبتاع. بس اتاندد اب ان انا بقيت دكتور سنان عادي جدا في مصر. ده لا هو حلم ولا هو يعني ما كنتش بسعى لده. تمام. طب والمزيكا طلعت فين بقى في الرحله دي؟ المزيكا دي ابتدت من قبل الجامعه يعني. اللي هو زي ما تقولي كده باشن اتخلق مره واحده. تفتكر كان ايه سببه؟ مزيكا مثلا سمعتها حلوه؟ حفله؟ لا فاكر كان بالظبط ايام الثوره.
اوكي. بتاعت 2011. اه. عارفه انت اللجان الشعبيه اللي كانت ايوه بتتعمل طبعا. وكده. اه. فكان في واحد صاحبي انا كنتش لسه يعني اعرفه، كان جاري يعني، كان جايب جيتار. الجو بقى اللي هو القديم ده تامر حسني بقى والجامعه. بالظبط. وكان بيلعب بقى حاجات حلوه قوي يعني، واللي هو اوكي. بقى تامر حسني قوي في نفسه. تمام. فانا حبيت الفايب دي، الفايب اوكي. لجان شعبيه مع مزيكا. ايوه بالظبط. يحيى الهلال مع الصليب وكده. شايف بنات كده على بالظبط. جنب وبتاع بس فقلت اما اجرب. فجربت والله ايه ده لذيذه وبتاع، ولقيت نفسي اللي هو انا حاسس اني بعمل حاجه، يعني حاسس انه يعني انت ما بتعلم درستش مزيكا؟ لا درست بعدها بقى يعني. بعدها مش قبليها. لا مش قبليها. اوكي. وبعدها بقى ابتديت ايه اخد ميوزك ثيوري، كونسرفتوار، اروح كونسرفتوار وهكذا. بس اوكي. بعد كده دخلت اسنان عادي. بالظبط. عادي جدا. عادي جدا. مفيش سيطرة. انا معاكم في اي حاجة. لا ليه بقى، ليه برضو الواحد لما بيفكر فيها دلوقتي بيقول لا هو الصح فعلا ان انا كنت اخش اسنان. ليه؟ لان انا لو كنت فضلت موهوم وما كانش فيه جايد، وكنت دخلت كملت كونسرفتوار وبتاع، ما هو ده ما اكلش عيش. اوكي. يعني الرياليتي بقى بتيجي بتهيت كده في كل شويه بقى في المسار ده بالزبط. وتخليك انت ايه تعدله شويه اوكي بالظبط. اوكي فهمت. طب هو سؤالي بقى يعني معلش هقاطعك، لو هنرجع نلينك عنوان الحلقه الاحلام والاوهام، ان انتي تبقي فاكره ان انتي هتخش كونسرفتوار هتبقي مثلا هاند زيمر، ده وهم. ده حقيقي. فاهمه؟ عاوزه تحلمي في الحته دي، قولي مثلا انا عاوز ابقى فيرست فايلن في الاوركسترا المصري السيمفوني في ده ممكن يبقى حلم تمام. اوكي. لانه ممكن تسعى له باهداف او خطوات صغيره تعرف توصل لده. اوكي. وانت بتتكلم دلوقتي قلت حتتين حلوين. انا بالنسبه لي هي الاحلام هي الاهداف ولا مختلفين؟ الاهداف هي اللي تؤدي الى ان الحلم ده يتحقق. اوكي. يعني الحلم بالنسبه لنا هو الحاجه الاكبر او الاعم او الاشمل. بالظبط كده. اوكي. والاهداف دي خطوات صغيره هي بتاتشيف برضو، يعني كل خطوه منهم بتدي لك نتيجه معينه وهكذا عشان تحقق الحلم ده في الاخر. اوكي. لان انا اعتقد ان احنا بنتعامل مع الاحلام دي ان هي الفانتزي والهدف ده هي الرياليتي. صح؟ بالظبط. صح كده. صح. لان انا حتى بفتكر يعني احنا في الكلام الدارج العام اللي ما بين انا حلمي ان انا يعني عارف انت بتحط حلمي دي حاجه كده كبيره قوي. بالظبط. لو تلاقي الحلم فعلا كبير اللي هو مثلا حلمي والله كبرت الموضوع يا حلمي ان اطلع القمر. ليه ما اركب طياره الاول؟ طيب يعني تلاقي هو ما ركبش طياره يعني عندك حق تماما، مؤيدك تماما في الرأي ده. احنا عشان كده قلت لك احنا دايما بنخلط الكلمات الصغيره دي الحلم بالوهم. بالظبط. احنا وانا كنت هذا الشخص. يعني انا ما بداتش اخد بالي من الموضوع ده غير لما جيت هنا. واللي اكد لي بقى الكلام ده واحد صاحبي امريكاني لما كان جاي بيزورني وبتاع، فكنا بنتكلم على حاجه كده غريبه فتحت في حته الفانتزي والدريمز. فهو بيقول لي مثلا، اداني مثل لذيذ قوي. قال لي يعني مثلا اقول لك، انا كنت ساعتها بقول له ان الفانتزي هي الحلم، انت اللي هو الفانتزي از ذا دريم، يعني هو انت بتقول ايه؟ يقول لي لا، يعني الدريم مثلا انك ممكن ترتبط ببنت انجليزية شقر، ده دريم. تمام. انما الفانتزي انك ترتبط بجينيفر انستون. تصدق ميك سنس؟ حلو. تصدق ميك سنس فعلا. صح فعلا. لا انا استحاله ارتبط بجينيفر انستون طبعا. اوكي. يعني قال لي شوف انت هتموت وبتاع، وكل الرجاله هتموت يعني.
بس ده فانتسي مش هتنفع، ما ينفعش. اوكي اوكي. بس هي واحنا بندي ثقه الكبير جدا انا حلمي اللي هو يعني فاهم، انا خلاص انا كل ما بوسعي ان انا مش عارف. بس يا جماعه لا، هو يعني على كلامنا دلوقتي ان الحلم ده هو المور ريل. بالظبط كده. صح. والوهم ده هو الفانتزي او اللي احنا بنسميه الحلم. اللي احنا بنسميه الحلم. بالظبط كده بالظبط. طيب فانت بناء عليه بقى، انت لما خلصت طب الاسنان دي المزيكا كملت معاك؟ المزيكا كملت معايا من اول ما بدأت لحد النهارده يعني. بس انا يعني ما حسيتش ان انت كنت حاططها حلم، يعني هي موجودة بس عمرها ما كانت واخده بيجر بيكتشر. بالعكس، انا فتره الجامعه بقى كلها اوكي دي كان زي ما بقول لك، انا شايف ان انا هوصل هوليوود، ان انا في حاجه هوصل. عشان كده ما كنتش اوكي اللي هو كنت برضو بذاكر اسنان، بس في نفس الوقت اللي هو على قد يا دوبك، لان ده مش الاند جول بتاعك. وكنت سبحان الله كنت بجيب درجات كويسه يعني مش وحشه، والدنيا كانت بتمشي. بس في نفس الوقت اون ذا سايد لا، انا كنت مجنون بقى مزيكا وبتاع، وبشوف باندات وبوزع لده وبلحن اي حاجه بقى، اي فرق. اوكي فاهمه؟ بس حاجه بقى مهمه جدا انه لما بتجت disappointed مع الوقت، ودي برضو عيب من عيوب الوهم، ان انت لما بتحطي الوهم وكل مرة يجد disappointed الوهم ده بيبتدي يصغر وبعد كده بقى بيتحول لرياليتي. فاهمة؟ بمعنى ان انا مثلا في الجامعة، هنقول مثلا في تانية جامعة، كنت في دماغي ان انا هخلص اسنان وهيبقى مثلا انا برا مصر في امريكا، انا هوليوود خلاص، وهم اللي هيكلموني وانا اللي هروح يعني خلاص. لما اتعاملت مع السوق المصري وطبعا الكلاينتس اللي مفيش مواعيد ويقول لك يلا هنشتغل كده، ما يخلوا بيا وما يشتغلوش وبتاع، ودي كلها disappointments. مع انك بتحاولي تطوري من نفسك، بس في disappointments كتير قوي قوي قوي. اي بعد كده تحسي كده اللي هو ايه ده، وانا موهوم ولا ايه؟ ده حقيقي، انت موهوم. انت مش بتحلم انت. اوكي لان برضو حاجة كمان انا بشوف ان الحلم بيبقى ممكن ما يكونش specific، يعني ممكن اللي هو عايم مطاط. الحلم ممكن مثلا يبقى حاجة انا عاوز العب مزيكا مثلا، بس مش حلمي ان انا ابقى احسن واحد في هوليوود بيلعب مزيكا، او ده وهم. فاهمة قصدي؟ انت ممكن تبقى احسن واحد بتلعب مزيكا في الجامعة مثلا. اوكي هو ده دايما هو ده الحلم اللي هو رياليستيك، بتوصل له باهداف صغيرة. انما الوهم اللي هو زي ما انت قلتي كده حاجة كده كبيرة. بالظبط وعادة هي نون اتشيفبل عادة. طب انا في حتة تانية برضو انا بفكر فيها دلوقتي على كلامك، يعني في بقى النجاحات الصغننة على اللي انت كنت بتقوله دلوقتي، ممكن تكون يعني هي اللي بتضخم عندك فكرة الوهم. صح؟ يعني انا وانا ماشي في الطريق انا باتشيف حاجه صغننه، الحاجه الصغننه دي لما تحصل مثلا مره واثنين وثلاثه هي قد تكون صدفه بحته ان انت حققت النجاح ده، مش اكتر ولا اقل. بس هو ادالك حته انه لا، ده انا الوهم ده انا هحققه. واعتقد كلنا بنقع في حته او ايه اللي بيقولوا عليها احنا ضحايا احلامنا او ايه احلامنا. يعني بنقول لك يعني دايما في ناس كتيره بتبقى ضحيه الاحلام بتاعتها، بس هي اعتقد هي مش احلام، هي وهم. احنا ضحيات عشان
في الطريق بتاعنا حصلت شوية حاجات كده خلتنا لطيفة خلتنا نصدق في الوهم اكتر. بالظبط، وخلت الصورة كمان مشوشة يعني. الحلم هو موجود، بس لا، انا جعني شوية الوهم ده بقى فخلاه فوجي كده بالظبط. ومش ظاهر زي المفروض يبقى ظاهر. طب وفكرة بقى ان انت تعمل الماسترز هنا دي عشان بس ان هو دي تبقى الغاية ان انا اطلع برا البلد. فرصة ان انا اطلع بره البلد، ومنها برضو فرصة ان انا هدرس مزيكا اللي كان نفسي بقى ان انا يعني ادرسها وبتاع، وتبقى شهادة معايا ان انا معايا شهادة ماسترز في المزيكا. اوكي وكده. اوكي. بس ودي اعتقد دي الحتة التانية بقى. طبعا احنا لما بيبقى عندنا حلم وانت بتقول ان انا عندي اهداف صغيرة عشان احقق الحلم ده، حلو. الاهداف بتاعتك ايه كانت عشان توصل للحلم بتاعك اللي هو انا سافرت؟ الستبس الصغننه اللي انت عملتها يعني، هل انت دورت بقى على الجامعات كلها بقى فرجت الدنيا الستبس الصغيره؟ هقول لك. اولا انا عشان صحابي اغلبهم سافر بنفس الطريقه. اوكي. فطبعا تواصلت مع صحابي الاول اللي هو انتوا عملتوا ايه. دي اول حاجه. والله احنا عملنا كذا 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 كذا. بعد كده ابتديت بقى اكلم الشركات اللي كلموها، اظبط مع ده اظبط مع ده، اجمع الورق يعني كل السمول ستابس دي. ومع ذلك عاوز اقولك ان انا اصلا يعني ما كانش في دماغي، يعني كنت بقول اللي هو انا حاسس ان هي ممكن ما تجيش برضه، فاهمه؟ بس كنت ماشي في الستابس الصغيره دي. اوكي. وفي الاخر هي المفروض هي تقريبا 5 خطوات هنمشي فيها. خلاص بعد ما تخلص الخطوة ال5 هتاخد الفيزا. فاللي هو قلت خلاص امشي يا عم، هم 5 خطوات في 2-3 هيخلصوا، خلصهم وشوف جت ما جاتش عادي. تمام. يعني طبعا نفسي او كان يعني حلمي ان انا اسافر، بس لو ما جاتش عادي. تمام. انت فكرتني برضو بقصتي وانا عايزه اجي. يعني هو انا كان عندي هدف الدكتوراه ده، انا عايزه اعمل دكتوراه. انا كنت بعمل دكتوراه في مصر وحصلت ظروف وما عرفتش اكمل يعني. بس هو اعتقد في اللحظه اللي انا قررت فيها ان انا اسافر كان الهدف ان انا اسافر مش الدكتوراه. لان انا انت بتقول ان انت سألت صحابك وبتاع ومش عارفه ايه. انا عملت الطريقه التقليديه البحته جدا اللي هو الرانكينج بتاع الجامعات. يا جماعه دي كذا كذا كذا. طيب الحاجه التانية انا مش عايزه اروح حته بعيده عن مصر وفرق توقيت وكلام من ده. طب وايه وانا بتكلم انجلش؟ انا مش هانفست في لغه وكلام من ده. فبدأت أول خطوة بدأت أتارجت كل الجامعات اللي ليها علاقة بالمجال بتاعي في الحتة دي وكلام من ده. طيب مع مشواري بقى اللي أنا عشته هنا وكملته وبتاع ومش عارفة ايه، دي أنا شايفة إن دي كانت عشوائية بحتة. ودي واحنا عشان احنا كنا بنتكلم شوية على النصيب والأقدار وبتاع، أنا أعتقد إن هو كان مقدر لي إن أنا اروح الباث ده مش اكتر من كده. فحصلت بعض التوافيق بقى اللي هي الحاجات السمول ستيبس اللي انت بتقول ده انا جبار بقى. بس in reality الواحد كان المفروض يعمل حاجات تانية خالص. يعني مثلا انا ما I didn't approach دكتور بروفيسور ولا حاجة يشرف. انا قدمت على النورمال بروسيس ابليكيشن بالتوبيك بتاعي، انا عايزه اتكلم في كذا، وبيتعرض بقى على الجامعه في الستاف وبيشوفوا مين الانترستد ان هو تو سوبرفايز يو وبتاع، والشخص الدكتور بيابروتش يو خليني اعمل معاكي ميتنج اشوف بتاع ما اعرفش ايه وكده. كانت عشوائيه بحته لان برضو كان عندي ظروف كتيره يعني مخلياني مفيش طاقه. بس وهي دي بقى هو ده بقى التويست بقى. هي بعد العشوائيه اللي انا حصلت دي انا I paid الكونسيكونسز دي بعدين. اولها مثلا ان انا بعد سنه غيرت السوبرفايزر، اكتشفت ان هو سيء ما ينفعش. بالظبط. ده اثر بقى، بيأخرك، بيعمل بيسوي حاجات كتيره جدا. والفكره التانية بقى اصلا
هل انا عندي المقومات ان انا اعمل دكتوراه او ادرس مزيكا في الحته الفلانيه؟ زي ما انت بتقول مثلا، انا فوجئت ان كل الطلبه الموجوده كذا. ما هو احنا we didn't do our homework. يعني احنا we didn't study البروسيس دي بجد عشان نعرف هو اصلا مين الطلبه اللي بتروح وهم بيتارجتوا. ما عملناش الكلام ده. بالظبط. فاحنا رايحين، انا متخيله انا رايحه انا هقابل كله بيض بقى وبتاع ومش عارفه ايه. فلقيت ان احنا كنا 11 في الديبارتمنت بتاعي، وده كان بيج كوهورت يعتبر في البي اتش دي. يعني عاده بيقبلوا الماكسيمم 4 في السنه. احنا كنا اول مره يقبلوا 11 واحد، وكنا كلنا انترناشونال ما عدا 3 بريطانيين. اوكي. فدي كانت اول صدمه بقى. ايه ده؟ هو انا مسافره عشان اقعد مع محمدين وحسنين نفس الصدمه، فاهم؟ بس هي فكره اصلا، ما انا ما كانش هدفي ان انا اقعد محمدين ولا حسنين. انا عايزه اطلع من الكونتكست ده، لان كان في ظروف خلاص مخليك مش قادر يعني. بس التارجت بتاع البي اتش دي موجود. يعني انا عايزه اخلص البي اتش دي. انا عايزه اخلصها، انا بداتها هخلصها. بس عشان بقى كان في تشوش بقى وحته الاوهام في حاجات كتيره، it took me longer. يعني كان ممكن ان هي تخلص باسهل من كده، بس it took me longer لان انت الباث كان مليان صعوبات رهيبة، نفسية وصعوبات جسدية وغربة طبعا. وحاجات كتير. وكانت دي بقى اول صدمة اللي انا اعتقد حتة بقى الحلم والوهم دي، ان هو انا نفسي اعيش لوحدي. انا نفسي ابقى اندبندنت. انا نفسي ابقى معرفش ايه. لا انا قد الكلام ده عادي ولا يهمني. وكلمة الغربة hit me strongly بعد شهرين. مش هقول لك شهرين لان خد بالك احنا البي اتش دي احنا ما عندناش كورسز. فانت على طول فانت لونلي جيرني من اول يوم ولوحدك خالص وبتاع مش عارفه ايه. ايه ده انا لوحدي. انا تعبت وسخنه وبتاع وبرجع وي ولا في اكل ولا في بتاع، وانا مش قادر اقوم اعمل اكل. خلاص انت تعايش بقى بالظبط. فبدات افهم كلمه ان الغربه صعبه، وان الناس دي اللي كانت بتقول الكلام ده وان ما كانتش بتأفور. صح. ففوجئت بقى كان الرياليتي بقى. انا كان عندي حلم اسمه السفر، ولكن نسيت الرياليتي بتاعت الغربه اللي هي التوين بقى مع البروسيس دي. واتعلمت منها كتير جدا، لان انا شفت زمايلي احنا بدأنا 11 بس احنا متخرجين 6 يمكن. في منهم ما قدرش. في رجاله كتير ماتت عندنا تحيه واحده. في منهم ما قدرش يكمل عشان الغربه فعلا. يعني انا واحده زميلتي ما كملتش عشان الحته دي. مش قادره، انا طريقه الحياه والنمط والناس ومش عارفه ايه، انا مش قادره. فكانت كل 2-3 بتنزل بلدها كده تقعد معاهم شويه وترجع وهكذا. وقابلت ناس كتيره جدا ما كملتش عشان القصه دي. فهو انا سؤالي بقى، هل انت جيت في النص كده قلت لا حلم ولا يحزنون، انا عايز ارجع لا ما ده ما جاتش ليه؟ لان انا زي ما قلت لك انا كان حلمي ان انا اسافر. فاهمه؟ بغض النظر بقى عن السفر ده مع مشقه معاه مش عارفه ايه، هو سفر وخلاص. مش فريق. فده كان الحلم. الوهم في قصتي حته ان انا هلاقي شغل وعادي والدنيا بيس وهتروح اولود بعد ما تخلص. يعني هو يعني انت بره مصر بالظبط. دي الوهم اللي كانت في قصتي يعني. انما حلم السفر كان موجود عشان كده استحملت طبعا الغربة. واستحملت طبعا هي الغربة معاكي 100% طبعا هي صعبة جدا ومش لأي حد انا بشوفها كده يعني. ولكن الحلم دايما زي ما قلتلك هو لازم بيبقى فيه اهداف كده، او هو بعتبر ان الحلم هو الهدف. يعني هو زي ما تقولي هو هدف كبير.
اوكي فاهمة؟ أوكي. بيوصله بشورت ستابس او اهداف صغيرة. اه فاهمة؟ انما الوهم ده ملوش اصلا طريق، امم هو ملوش طريق. امم هو انت بتبقي فاكراله او موهومة انه له ده طريق. زي اللي بيقول عليه السراب، ها؟ هو سراب، هو ملوش آه. طريق. هو انت أوكي. بس دماغك بتبقي خدعاكي اه ان هو له طريق. زي الاكزامبل اللي هو الولد الامريكاني صاحبي ده، لما هو فعلا اكزامبل ده حقيقي. سهل قوي، أه. بس فعلا هو هيخلص لك القصه. بالظبط بالظبط، يعني واقعي جدا جدا. امم كم من راجل اللي نفسه يتجوز اه جينيفر طبعا، أنستون يعني. زي الاستاذه هيفا مثلا في بلادنا، يعني يعني ده مثلا حلم بالظبط مثلا. بس طبعا ده استحاله، استحاله. ودي يعني بساعات انا بشفق على الناس اللي بتبقى عندها الوهم ده كتير، لان طول الوقت تحس ان هم ايه بياخدوا على دماغهم ومش شايفين. طول ما انت هو- بتضربني من ورا انا مش شايفه، انا تمام. هو زي ما قلت لك، هي نعمه ان احنا عرفنا نفرق، يعني ان انت ان في حاجه اسمها وهم اصلا. بالظبط. يعني هو في ناس بتبقى شايفه ان ده حلم، ليه لا؟ ما تسيبني احلم يا عم. تسيبني انت ليه؟ ما عندك محمد صلاح وصل وعمل. ارانك محمد صلاح ده اقسم بالله لو كنت هتقول له ان انت هتروح ليفربول وهتعمل والله ما كان مش هيصدق. هصدق، ده حقيقي. والله ما كان هيصدق. هو تلاقي اخر احلامه انه كان يروح اول نادي اللي هو بازل ده. ده كان كده يعني، ياه جبرت قوي. ده حقيقي. هو ده اللي نجح محمد صلاح، لانه هو كان ده حلم ان هو يسافر ويحترف بره. واقعي. فين بقى وهوصل لايه؟ اه ما كانش حاططها، هو ابتدى يحطها لما الدنيا اتفتحت له خلاص، ووصل وبقى جه هنا انجلترا واتعرف وعمل شغل، ابتدى ساعتها لا ده انا ممكن ابقى احسن لعيب في فاهمه؟ بس كان اوريدي اصلا ما كانش موهوم، لانه اوريدي كان ماشي بالخطوات او الاهداف الصغيره دي، ان هو ساعتها يبقى مش موهوم بس حالم، يبقى شخص بيحلم، لان ده اتشيفبل. اوكي فاهمة؟ انما هو لو كان في المقاولين واللي هو قاعد كده بيفكر في المقاولين ويقول هبقى احسن واحد في ليفربول واحسن واحد في الدوري الانجليزي، كان هيفضل قاعد هناك. ده حقيقي. انترستنج. اوكي حلوه النقطه دي. طب بقى سؤالي بقى، بعد انت ما خلصت اهو، هنقول ايه 2 تقريبا 1.5 سنة مثلا، الحلم لسه موجود؟ الحلم لسه موجود ولا اتغير شويه بحاجه تانية؟ بصي، هو احنا قلنا ان الحلم كان ان انا اسافر. بالظبط. فهو انت قصدك بتسألي ان هل الحلم السفر اللي هو انت ستيل عاوز تسافر اكتر، او لا ممكن يكون الحلم كله اتغير، يعني ممكن يبقى التارجت بقى حاجه مختلفه خالص. انا عملت انا حققت السفر، فانا خلاص انا سافرت. لا لسه طبعا. لسه انا فوكس. نفسي طبعا، لا نفسي اسافر اوكي كتير يعني. نفسي لان انا شايف انه ان ربنا خلق الدنيا دي جميله جدا، او الكون ده جميل جدا، لازم يبقى ديسكفرد. يعني انا شايف نفسي اللي هو ديسكفر حتت كتير، لان حاجه الكون ده يعني مش هتعرفي تخلصيه مهما سافرتي قد ايه. بس فانا نفسي بقى اللي هو اسافر واروح واجي هنا واروح هنا واشوف الف كالتشرز تانية بتاع. فلسه الحلم موجود بتاع السفر. اوكي جميل قوي. طب اتحقق منه جزء، يعني اتحقق منه ان انا سافرت بلد انجلترا ومستقر فيها. اوكي طب وسؤال بقى، والاسنان والطب قصدي والمزيكا، اوكي موجودين في الباث ده ولا؟ بصي انا شايف ان هو لما انا قبل ما كنت اجي كنت موهوم برضو بفكرة انه لا هو مزيكا وهي دي هوليوود بقى خلاص. بس لما جيت هنا واللي هو شفت الدنيا والنظام الطبي والدكاترة بيتعاملوا ازاي عرفت ان في مصر ده شلاحات. بالظبط. وعرفت انه لا، كلمة دكتور هنا فعلا ليها قيمة. دكتور بجد،
اوكي. فحسيت كده بحته في ايه، ريسبكت وفي والله you know what fulfillment. actually it's not that bad يعني اوكي واللي هو why not، اوكي. فاهمة؟ اه why not يعني ايه العيب في كده يعني. فابتدى هنا بقى دي الرياليتي بقى، ابتدى بقى الرياليتي ايه تخش، والوهم ابتدى ايه يندثر شوية بشوية لحد ما بدأت اقول لنفسي انه الوهم بتاع انا عايز ابقى اجمد مزيكاتي بقى هنزمر، مزيكاتي في هنزمر بقى خلاص، أوكي. وده ايزي يا معلم، ده أوكي. هيكلمك هيشوف شغلك وهيكلمك فابتديت احس ان هو لا عادي ان انت ما تبقاش يعني اجمد واحد ولا تعمل اي حاجة اصلا، بالعكس انت ممكن تبقى دكتور سنان معاك فلوس وبعد كده تبقى تنفست في نفسك في المزيكا بطريقة اندايركت، تعرف ناس مخرجين وتعمل حاجات بسيطة انت بتحبها وبتجيب لك فلوس برضو وتتعرف، بس مش لازم تبقى هنزمر. بالظبط. طيب سؤالي بقى، ليه اصلا الاوهام بتبقى موجودة؟ ليه اصلا الاوهام؟ لان دايما دماغنا بتبقى عاوزة تهرب. اوكي، تهرب من الرياليتي اللي احنا فيه. لازم. فالوهم اسهل حاجة واكتر حاجة. وانا أوكي. بتكلف وانا ما بتكلفش حاجة. انا هقعد مع نفسي دقيقتين، هودي نفسي الساحل واركب نفسي افخم حاجة ويخت وبتاع هل انا رحت؟ لا انا رحت بدماغي بس. بالظبط. بس انا قاعد على الكنبة عادي جدا. اوكي. مش مكلفة ولا محتاجة اي حاجة. اوكي. طب هل معنى كده ان الوهم ده بيبقى ليه علاقة بكاتيجوري معينة من البني ادمين؟ خالص. ملوش. لا خالص. الرياليتي اللي انت عايز تهرب منها دي من عادي جدا اي حد، من السفير للغفير زي ما بنقول. حرفيا. اوكي. مش اي علاقة خالص. اوكي. مش علاقة، عادي جدا. اللي معاه فلوس كتيرة وغني ومشهور يا ستي اكيد عنده اوهامه او عنده حاجة فانتزي في دماغه. اوكي. طيب سؤالي بقى ليك انت شخصيا يعني هل الاحلام كانت موتيف ليك اكتر ولا هي الديزايرز في الحياة؟ ما هو يعني اديني اكزامبل اكتر او وضحي اكتر. يعني انا حاسه ان انت مش هنقول مش عارفه هل هي شغف يمكن. لا يعني ديزايرز مش شغف. ما ايوه، ما انا بقول هل هي كلمه ديزاير هي الانسب ولا شغف هي على حسب انت عاوز تقول ايه. الانسب ان هو حته ان انت كنت مشغول قوي بالسفر اصبح جزء لا يتجزأ منك. فهو بقت مش هنقول حلم، هو مش تارجت، هي شغف. انا شايفه شغف صح. تمام. بس انا برضو ايفت له عليه حلم اللي هو بتاع المزيكا. فهمتك. يعني لا مش وهم برضو، هو حاجه تانية. لا لان انا بحب المزيكا. انا مش بضحك على نفسي مثلا، لا انا فعلا انا بحب المزيكا، بس هو التارجت او الحاجه اللي انا حاططها مش ريزنبل. زي ما اديتك اكزامبل محمد صلاح كده. ايوه. اوكي. طيب سؤالي بقى ليك بقى، واحنا ايه بنقفل بقى الحلقه. يعني لو حد طبعا المتابعين العظام بتوعنا على الشظايا، يعني واحد من الشظايا لو عايز يستفيد، ايه اللي انت ممكن تقوله لهم كنصيحة بتاعت حتة ايه الاوهام والاحلام، ويقعد مع نفسه ويعمل ايه عشان دايما يعمل التشيك ليست دي، هو انا كده ولا كده؟ والله انا شايف ان هو يعني لازم عشان تفوق من الوهم لازم تجرب. اعتقد انت لازم تجرب الوهم اللي انت عايشه ده، لازم تشوف عشان تقتنع انه تنزل على ارض الواقع. وجايز ما تقتنعش، جايز تفضل برضو فاكر انه
اكيد لسه في حاجه انا ما عملتها، اكيد انا عملت حاجه غلط، فعشان كده الوهم مش شغال، اوكي. فانا هجرب تاني. امم. امم. وتفضل يعني انا ليا واحد صاحبي مثلا بدون ذكر اسامي، هو مصدق ان هو مخرج فظيع. اوكي. فاهمه ازاي؟ اه. طب يا ابني يا حبيبي، انت في حاجات كتير محتاج تشتغل مش نافعه. لا انا فظيع وانا ده وهم. خلاص هو خلاص انت ومش قادرين نفرق بقى ان ده مش قادرين نفرق. فهو راح برجله والناس قالت له كذا 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 في وشه، لا انا وهم. هو انا لا انا مصدق ان انا يعني في ناس يعني لأن متخصصين في المجال كمان. اوكي. يعني في ناس قالت له لا مش حلو، وفي ناس قالت له حلو، بس الناس اللي قالت له النيجاتيف يعني اكتر من البوزيتيف. اوكي. وقيسي على كده بقى افلام كتير، فاهمه؟ فده معناه ان في مشكله في حاجه. ففكره ان هو لسه مكمل او مش عاوز يعترف ان في مشكله، فده وهم. هو لسه مكمل. وحته بقى الوهم اللي معاها الديلوجن دي مهمه جدا، لان لو الديلوجن مكمله خلاص هو ترابت في الوهم. طبعا. وده نفس اللي انتي قلتيه من شويه، فكره انه كم من احلام مش عارف قتلت اصحابها ولا بالظبط. هي يعني مش احلام بقى، هي اوهام. ده حقيقي. ده حقيقي، لان الاحلام ما بتقتلش. الاحلام انا بصراحه انا كنت بقول لك ان انا عندي طموح. هي عندي طموح اللي هو قد يكون في يوم من الايام ممكن يكون سبب موتي يعني. من كتر ما هو الواحد مش قادر يميز اللي هو طب حقق البالانس ده في حياتك يعني. اللي هو اتفسحي، اعملي، سوي. اوكي. طب والله دي كانت حلقه جميله يعني. اتمنى تكون حلقه، واحنا نتمنى ان السبسكرايبرز يزيدوا بقى يا رب. يا رب. خلاص يا عمتو، يعني نعمل حلقه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.